في قرية هادية من قرى سوهاج، كانت الناس عايشة على الطبيعة والستر وحب الخير، لحد ما في يوم ظهرت عربية شيك. ومن بعدها بدأت الحكاية، قلبت القرية والقرى اللي حواليها. ويلا نبدأ الحكاية. القرية الصغيرة الناس اللي كانوا فيها طيبين جدا، وكله بيحب الخير للتاني، وبيجروا على أكل عيشهم عشان يكبروا ويعلموا ولادهم. يوم الجمعة والناس كلها بتتجمع علشان تصلي، فجأة نزلت عربية قدام الجامع، عربية شيك جدا، وراجل لابس جلابية حلوة وبيضة ومكوية وحاطط برفان عود وماسك سبحة في ايده. السواق بتاعه كان بيفتح له الباب بكل احترام. الراجل ده نزل عشان يصلي والناس كلها بتسأل مين ده؟ بعد ما خلصوا الصلاة، كل الأسئلة دي ما كانش ليها جواب. الراجل طلع على المنبر وأخد المايك وابتدى يتكلم وقال: أنا بشتغل عند واحد ساري عربي، والساري العربي ده عايز يتبرع للجامع بمبلغ كبير. هتأمنوا مين على المبلغ اللي أنا هدفعه؟ الناس كلها سكتت شوية، وبعد كده ردوا وقالوا له: الشيخ عمر، الإمام بتاع المسجد. وفعلا الراجل سلم الشيخ عمر 50,000 جنيه، والناس سلمت عليه ورحبت بيه بكل حفاوة. بعدها خد عربيته والسواق ومشي. الراجل اختفى حوالي 10 أيام، ولما رجع تاني لقى الجامع متوضب، السجاجيد متغيرة والمراوح بتلمع والحيطة مدهونة. الناس استقبلوه بالفرحة والابتسامة، وكان واضح عليهم سعادتهم بوجوده. ابتسم لهم وقال: الساري العربي عايز يتبرع كمان ب20,000 جنيه بعد ما عرف حالة الناس اللي موجودة هنا. وبالفعل سلمهم ال20,000 جنيه تاني، وبعد الصلاة سابهم ومشي. بعد ما سلم الراجل ال20,000 جنيه بقى حديث القرية والقرى المجاورة كلها. كل الناس بدأت تتكلم عنه، والناس كانت بتستغرب من البذخ اللي هو عمله. أول مرة 50,000 جنيه، وتاني مرة 20,000 جنيه. بعد ما سلمهم الفلوس سابهم ومشي، وغاب أسبوع، وبعديه كمل ال10 أيام. وبعد ال10 أيام يوم الجمعة الراجل رجع للجامع والناس كلها مستنية تشوفه. دخل عليهم بابتسامة وقال: جايب لكم بشرى سارة. الناس كلها اتلمت حواليه وهو لسه بيكمل كلامه وقال لهم: الراجل اللي أنا بشتغل معاه، الساري العربي اللي كلمتكم عنه واللي اتبرع للجامع، عنده مزرعة جديدة وعايز عمال. مش هتدفعوا أي مصاريف غير مصاريف الطيارة والباسبور، ومطلوب من كل واحد 5000 جنيه بس، ودي فرصة مش هتتعوض. الناس استغربت وفرحت في نفس الوقت، والراجل قال لهم: هديكوا أسبوع واحد علشان تجهزوا نفسكوا. ولما رجع لهم بعد حوالي أسبوع لقى تقريبا 5000 واحد جاهزين للسفر من القرية ومن القرى المجاورة بالورق والباسبورات. الراجل كان مجهز كل العقود طباعة محترفة وعليها الدمغة الرسمية وجاهزة للتسليم. أخد من كل واحد 5000 جنيه، وسلمهم العقود اللي كانت محطوطة في ظرف. وبمجرد ما خلص مشي على طول. الأسبوع الأول مر من غير أي خبر، وبعده الأسبوع التاني، والناس بدأت تتوتر. بعضهم قال: ده نصاب، وبعضهم رفض يصدق وقال: ده راجل جه قبل كده ودفع فلوس في الجامع وساعدنا، أكيد مش هيحصل حاجة يعني لو اتأخر شوية. وبعد الأسبوع التالت مر الرابع وبدأ القلق يزيد. وبعد مرور حوالي شهر على الواقعة الناس بدأت تقلق جدا، وفكروا يبلغوا الشرطة. بعض الأطفال اللي كانوا بيلعبوا في القرية خدوا رقم العربية وقرروا يدوها للشرطة. لما الشرطة نزلت تدور على العربية اكتشفوا إن أرقامها مش سليمة. والضابط اللي كان ماسك القضية كان مستغرب جدا جدا بخصوص العقود. مفيش فيها أي حاجة تثبت صحة الصفقة. كل العقود مطبوعة بطريقة محترفة، ومفيش أي أثر للورق أو الدمغات الحقيقية اللي ممكن تعتمدوا عليها كدليل. بدأوا يدوروا في البلد والقرى المجاورة على أي مطابع ممكن تطبع عقود زي دي، لكن ما قدروش يوصلوا لحاجة. كل المطابع قالوا لهم: الورق ده كفاءته عالية جدا، ومش هتلاقوا الكفاءة دي غير في القاهرة أو الجيزة بس. الناس كلها وقفت عاجزة والقلق زاد أكتر، لأنهم فهموا إنهم اتنصب عليهم بطريقة محترفة جدا، واللي نصب عليهم مش حد عادي. الضابط وهو بيقلب في العقود مع أهل القرية
فجأة جه ولد صغير وقال له: أبويا وهو بيشيل العقد أخده وساب الظرف ده جنب باقي العقود. الضابط خد الظرف وفتحه، ولقى عليه مطبوع عنوان المطبعة اللي اتعمل فيها العقد. ولما شاف العنوان عرف إن المطبعة دي في القاهرة. ضابط المباحث مضيعش وقت، نزل على القاهرة وبدأ يدور على المطبعة، وفعلا وصل للمطبعة الصح. ولما سأل صاحب المطبعة ووراه الظرف قال له: أيوة، العميل ده بيجي عندي كل فترة وليه عندي طلبية هيستلمها بكرة. المباحث تاني يوم عملت كمين عشان يقبضوا على النصاب ده، ولما العربية دخلت اكتشفوا إنها بنفس الأرقام اللي العيال في القرية كانوا أخدوها. بس الغريب إن الراجل نفسه مش موجود، اللي موجود بس كان السواق بتاعه. أول ما وصل السواق للمطبعة المباحث قبضت عليه. السواق قال: أنا ماليش دعوة، أنا شغال عنده وهوديكوا لحد بيته بس تسيبوني. فعلا المباحث راحوا معاه على البيت وطلعوا الشقة، ولما دخلوا لقوا كل حاجة تمام. الأساس موجود وعلبة السجاير ومفاتيحه، كل حاجة في مكانها. لكن الراجل نفسه مش موجود. فتشوا في كل زاوية، الدنيا اتقلبت في الشقة، لكن مفيش ليه أي أثر، لا حس ولا خبر. وفي الآخر نزلوا وراحوا سايبين المكان. المباحث بعد ما نزلوا بدأوا يتتبعوا الراجل ده، وفكروا يجندوا مصادر سرية من العمارة اللي هو ساكن فيها عشان تبلغهم بكل تحركاته. ومن خلال المتابعة دي عرفوا إنه موجود في بيته دلوقتي. خدوا قوة كبيرة من المباحث ورجالها وراحوا على البيت. ولما دخلوا الشقة قلبوا كل خرم فيها، ملقوش الراجل، لدرجة إنهم فتحوا الشباك وشافوا الشيش يمكن يكون متعلق فيه. حتى السقف خبطوا عليه، قلبوا في كل حتة، لكن الراجل فص ملح وداب، ولا ليه أي أثر. اضطروا ينزلوا بعد ما فتشوا السطح كله، ولحسن الحظ الراجل ما كانش ليه أي علاقة بالجيران اللي فوقه، كان متخانق معاه، وكمان الراجل اللي تحته متخانق معاه، يعني محدش عنده أي فكرة أو معلومة عنه. دوروا في العمارة كلها، كل شقة وكل ركن، وللأسف ملقوش حاجة، وكأن الراجل ده اتبخر من على وجه الأرض. بعد ما نزلوا من البيت المباحث كانوا محتارين ومش فاهمين ازاي كانوا متأكدين انه في الشقة، ولما دخلوا فتشوها ملقوش حد. ابتدوا يدوروا وراه أكتر وأكتر ويحاولوا يعرفوا علاقاته، ومن التحريات عرفوا إنه على علاقة بواحدة ست متجوزة. المباحث راحوا للست وقالوا لها بصراحة: لازم تتعاوني معانا، أفضل ما سرك يتكشف وتتحول لفضيحة واخواتك يعرفوا وعلاقتك بجوزك تبوظ. الست بعد ما فهمت حجم الموضوع قررت تتعاون معاهم عشان تساعد المباحث يمسكوا الراجل ده ويكشفوا كل اللي وراه، لأنها ما كانتش تعرف فعلا إن هو نصاب. كان مفهمها إنه أخوه غني وإنه مسافر برا البلاد وبيبعت له الفلوس اللي هو عايزها. المباحث قالت لها إنها هتتصل بالراجل وتقوله إنها عايزة تقابله عشان ترجع له جزء من الفلوس اللي كانت مستلفاها منه. اتصلت بالراجل فعلا، رد عليها وقال لها: خلاص أنا هجيلك. هي قالت له: لأ، أنا جايلك في الطريق، انزل بس انت قابلني تحت البيت. الست جت فعلا في تاكسي، وصلت تحت البيت. الراجل نزل عشان يقابلها، بص يمين وشمال بيأمن نفسه، وكان واثق إنه متأمن تماما. لكن اللي كان سايق التاكسي كان راجل من رجال المباحث، وركب معاها التاكسي من البداية، ومن هنا تم القبض عليه. رئيس المباحث بعد ما قبض على الراجل ده خده وطلع على البيت بتاعه. كان مصمم إنه يعرف إزاي إحنا جينا مرتين وفحصنا كل حاجة ومع ذلك ما لقيناش حد في الشقة. رئيس المباحث مارس كل أنواع الضغوط عليه لحد ما عرف منه إن الراجل كان مستخبي في الشقة، بس بطريقة غريبة جدا. سأله: إزاي؟ إحنا فتشنا كل جزء في الشقة. ابتسم وقال له: في طريقة أنا مخبيها. خدهم على المطبخ وفتح البوتاجاز، وبعدين فتح ظهر البوتاجاز ودخلهم من فرن البوتاجاز على أوضة تانية. ولما دخلوا على الأوضة التانية حط الصاج بتاع ظهر البوتاجاز وكأن مفيش حد موجود. الراجل كان فاهم اللعبة كويس جدا، وكان مستخبي بطريقة محدش يقدر يتوقعها. ومن هنا عرفوا إن المرتين اللي جم وفتشوا فيها الشقة
الراجل كان بيفتح البوتاجاز ويدخل منه على الطاقة ويقفل البوتاجاز تاني بعد ما يحط الصاجة وراه، وما كانش حد موجود في البيت. كان بيفضل موجود في الأوضة السرية دي لحد ما المباحث يمشوا، وبعد كده يخرج يكمل حياته عادي جدا وكأن مفيش حاجة حصلت. بعد التحقيقات المباحث جمعوا كل الأوراق ورفعوها للمحكمة، والمحكمة حكمت عليه ب7 سنين سجن. بعد كده انتهت قصة النصاب اللي لعب على أهل القرية بكل دهاء، لكن في الآخر منجحش ووقع تحت إيد العدالة. لو وصلتوا معانا للنقطة دي اكتبوا لنا في التعليقات إن انتوا من الأبطال وصلوا على النبي، وقولوا لنا رأيكم المهم جدا. تفتكروا بعد السجن 7 سنين للنصاب ده هيطلع ينصب تاني ولا هيمشي على الصراط المستقيم؟ وإيه رأيكم في الفكرة اللي كان عاملها، عامل البوتاجاز مخبأ؟ تفتكروا يجي في مخ حد إن هو يكون مستخبي ورا البوتاجاز؟ ما تنسوش حبايب قلبي تعملوا شير ولايك للفيديو، وكمان تعملوا شير لحد بتحبوه عشان نسمع رأيه في التعليقات. وبشكركم شكرا جزيلا حبايب قلبي، لو لسه معانا لحد دلوقتي شكرا جزيلا.